كريبتو كريبتو تاب فارم برو. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. كريبتو فارم او كريبتو تاب فارم برو تطبيق محمله مليون مستخدم، حجمه 76 ميجا. تقدر تحمله لو انت عايز تعمل استثمار في التعدين والكريبتو والعملات المشفرة. طبعا اول ما بتخش على التطبيق بيجيب لك تداول وهمي وتقدر عن طريقه تكسب، وكل المحاولات بتاعتك هتبقى فيها فوز وفيها مكسب وفيها كل حاجة. بعد ما تيجي تحط فلوس حقيقية على التطبيق عشان تعمل تعدين وتشتري عملات مشفرة، مفيش سحب، فلوسك راحت عليك يا صابر. ده مش كلامي، ده كلام أكتر من 100,000 عميل اتعاملوا مع التطبيق. يقولك تم حظر حسابك، يقولك لا يمكن السحب، تكلم خدمة العملاء مرة واتنين وتلاتة واربعة، مفيش. كله نصب في نصب، يسرقوا فلوسك، اعلانات بس. هكسب من وراك عن طريق الاعلانات، هخليك تطمع، هخليك تخش، هخليك تحاول، لكن ان انت هتكسب فلوس او ان انت هيتحول لك الفلوس دي، لا مش هيتحول لك. طبعا المفروض ناس كتير عاملة شكاوي في جوجل على تطبيقات زي كده، بس التطبيق ده بيبقى سهل جدا ان انا جوجل تقفله، ماشي. والأسهل منه إن هم يعملوا تطبيق تاني باسم جديد، بيوزر تاني خالص، بصاحب بيانات مختلفة خالص وإعلانات جديدة، وبرضه هيتم النصب عليهم. للأسف الشديد جوجل ما بتقدرش تحمي أصحاب الفلوس من إن هم فلوسهم تتسرق أو يتنصب عليهم في تطبيق زي ده. نصيحة مني، لو أنت مستخدم جديد وشفت إعلانات التطبيق دوت، لازم تقرا التعليقات بنفسك. ودي اجمل او اخر ميزة جوجل بتعملها، ان هي مش بتمسح تعليقات المستخدمين، رغم ان تقييمات التطبيق بتظهر لك عالية، لكن انت لما بتخش على التطبيق وتشوف التعليقات، سواء بقى السلبية ولا الإيجابية، بتلاقي تعليقات سلبية كتيرة جدا. نصبوا عليا في كذا، نصبوا عليا في كذا، فلوسي مش عارف أسحبها، سافرت من دولة لدولة عشان أقدر أسحب فلوسي، عشان يقول لي محظورة ببلدك، برضو معرفتش أسحب فلوسي. طب ليه؟ ليه حضرتك بتعمل كده؟ ليه بتسرقني مرة وخلاص على كده؟ انما انت ممكن تكسب من ورايا وانا اكسب من وراك. طبعا احنا مش داخلين دلوقتي في قصة مين الغلطان ولا مين يعني انا مش هخليك تتوب على ايديا، ولا هقولك تعمل ايه عشان تقدر تكسب كويس وتكسب زبون وتكسب يوزر وتكسب ثقة العملاء، واللي بيتعامل معاك بمبلغ قليل يتعامل معاك بمبلغ اكبر وهكذا. لا، انا بكلمك في نقطة ان انت مجرد ما الناس كلها عرفتك وجوجل بتيجي حاسبة التطبيق، انت بتعمل تطبيق جديد بسرقة جديدة بنصبية جديدة باسم جديد عشان تسرق عملاء تانيين. نصيحة مني، اي حد عايز يتداول في عملات الكريبتو التعدين ما يخش على التطبيق ده. اقروا التعليقات قبل ما تخشوا، ولو اي حد عنده معلومة انا ما قلتهاش في الفيديو، يا ريت يكتبها لنا في الكومنت تحت الفيديو بتاعي، وانا هثبت التعليق بتاعه عشان الكل يستفيد من تعليقه. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لما كنتش اعرف اي حاجة عن التطبيق، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات. اكتر من 3 مليون تطبيق مستنيين لسه نراجعهم عشان كله يعرف اولهم واخرهم وايه الكويس فيهم وايه اللي مش كويس.